احتفظي بقى بالوصفة الحلوة دي عندك لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. دايما بعملها عندي على سفرة رمضان وفي عزايم رمضان، وكل اللي اكلها عندي بيسألني عليها طريقتها ايه. النهاردة بقى ان شاء الله هنعملها مع بعض بمنتهى السهولة والبساطة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اول حاجة عندي بطاطس، بجيبها طبعا بقشرها واغسلها حلوة قوي واقطعها حلقات متساوية، لا تخينة ولا رفيعة. بمسك كل حلقة واجيبها كده نصين، بس مش للاخر، بس بقى مفتوح يعني ماسكة بعضها كده من الاخر زي بق البطة بالظبط، بالشكل ده كده. خلص الكميه بتاعتي كلها ونروح بقى على اللحمه. عندي حوالي 300 جرام لحمه مفرومه، هنزل عليهم بصلايه وسط كده مبشوره، عليها رشه طبعا بقى من الفلفل الاسود والملح، رشه من الزنجبيل والقرفه، وكمان يا دوبك كده ربع معلقه صغيره من الكركم، بيديها طعم حلو قوي. هجيب بقى البطاطس بتاعتي وهحشيها باللحمه النيه. ناس كتير هتقولي اللحمه نيه تستوي، بتستوي حلو قوي قوي قوي، وجربي الطريقه دي وعلى ضمانتي، من احلى واروع الوصفات اللي ممكن تعمليها. انا نزلت الفيديو قبل كده مره، والناس في التعليقات قالوا لي دي وصفه ليبيه اسمها المبطن الليبي. انا ما كنتش اعرف الصراحه، انا بعملها من زمان متعلماها من ماما وكنا بنعملها، فما اعرفش اصل الوصفه ايه. فطبعا هي وصفه ليبيه اسمها المبطن الليبي. بعد ما حشيت البطاطس بتاعتي كلها، هاتي بقى بوله وانزلي فيها بكوبايتين كبار من الدقيق. وانا هقولك الدقيق انا حاطه الكميه دي ليه، لان انا هستخدمه على مرتين. وهنزل عليهم برشه من الملح والفلفل الاسود ومعلقه صغيره كده من الكركم، وكمان عايزاه سبايسي حطي معلقه صغيره من الشطه وبصل باودر وتوم باودر، ومعلقه كبيره كمان من النشا ما تنسيهاش. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي حلوه قوي مع بعض. وهنجهز كمان البيض، نركن ده كده على جنب ونجهز البيض كمان. عندي 3 بيضات عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، بخفقهم حلوه قوي مع بعض، وكده البيض كمان جاهز عندي. بديل البيض ايه؟ بيضه واحده على نص كوبايه حليب، واوفر واحلى صدقيني، ممكن تجربيها حلوه جدا، انا ساعات كتيره بعملها كده. بعد كده هغلف البطاطس بتاعتي كلها مره واحده، يعني اخلص الكميه بتاعت البطاطس كلها مره واحده علشان ما اهدرش في دقيق. امشي كده على الطريقه دي هتلاقيها اسهل بكتير ما احطه وارجع تاني واعملها على كذا مره. بعد كده هاخد بقى البطاطس بعد ما خلصتها كلها، هنزل بقى في البيض، وبعد البيض هرجع تاني لنفس الدقيق تاني، هغلفها مره تانية كمان بالدقيق. هروح بقى على زيت سخن، اول ما بنزل بالبطاطس دقيقتين ببدا اهدي النار عشان تستوي معايا، واخد طبعا طول ما هي على في الزيت بقلب يمين وبقلب شمال لغايه ما توصل معايا اللون الذهبي، بتبقى كريسبي من بره وتجنن. لو وصلنا بقى لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، انتوا تاخدوا الاجر واحنا كمان ناخده معاكم. وان شاء الله باذن الله فيديو حلو قوي ويعجبك، اعتمدي الوصفه دي عندك على سفره رمضان. هنا ما شاء الله طالعه من بره كريسبي، اللحمه مستويه من جوه، ريحتها وطعمها تجنن، تمشي مع مكرونه مع رز. طبعا على سفره رمضان في العزايم مفيش احلى من كده. احفظي الفيديو ده عندك.